السيدة لولا زقلمة أول مصرية تحصل على جائزة أطلس للإنجازات الدولية الكبرى لعام 2007. أنا متجوزة بقالي بالظبط 50 سنة، متزوجة، عندي بنتين وأربع أحفاد. انتخبت في عام 2006 رئيساً لمجلس إدارة المنظمة العالمية للعلاقات العامة، وهو منصب دولي رفيع لأول مرة تحتله امرأة عربية في تاريخها. امرأة عزيمة تساوي إيه؟ تساوي نجاح، تساوي إخلاص. لولا زقلمة رئيس مجلس إدارة شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة، وهي من أكبر الشركات المصرية في هذا المجال. عمل ناجح هو ثمرة كفاح وإيمان وجدية وإخلاص ودراسة. تم اختيارها كواحدة من أفضل 50 سيدة أعمال في العالم عام 1996. قوة حواء تساوي 100 رجل. لولا زقلمة تعترف بفضل آدم في تحقيق إنجازاتها، فوراء كل حواء عظيمة آدم. أهلا وسهلا مشاهدينا من جديد وفقرة وراء كل عظيمة آدم. ضيفتنا اليوم لقبت بالمرأة الحديدية، أكثر من 40 عام من الاحتراف الإعلامي والتسويقي حتى أصبحت الاختيار الأول للشركات العالمية العاملة في مصر. وضعت أمام تحديات صعبة وخرجت دائما منتصرة. رحبوا معي بالسيدة لولا زقلمة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. المرأة الحديدية ذكرتني بتاتشر. ليه سموك المرأة الحديدية طيب؟ علشان قدرت أقف أمام التحديات الكبيرة وصعبة، وتحديات كانت شو هي من أصعب. التحديات الصعبة اللي كبيرة؟ التحديات كتيرة جدا، ووقفت أمام عمالقة، وقدرت بقوة ربنا الحمد لله وسبحانه وتعالى ان انا اقوم تاني على رجليا. فسموني حديدية عشان ما قدروش يقطعوني. طبعا احنا ما حنتكلم لا اسماء ولا حنقول مين اللي وقف، لكن نقول 40 عاما من العطاء التسويق الاعلامي. لما نقول 40 سنه ما شاء الله يعطيك الصحه والعافيه، من 40 سنه هل كان فعلا في مثلا تسويق اعلامي واعلانات وبالشكل هذا في الوطن العربي كله يعني؟ مش بالصوره اللي هي دلوقتي، كان في بدايته. انا اول ما ابتديت الحقيقه في الاعلانات، وبعدين تطورت الى مهنه العلاقات العامه. اما بتكلم على التحديات، بتكلم ليه على التحديات في الوقت الصعب ده. انا اول ما انا اتزوجت كان عندي 17 سنه، وكنت لسه دخلت الجامعه، وبعدين جوزي اعتقل، وبصيت لقيت نفسي كان عندي بنتين، كان عندي لسه 20 سنه ومعايا بنتين، وزوجي مش موجود، وهو كان هيبتدي شركه اعلانات، كان يا دوب لسه هيبتديها، وكان لسه سوق الاعلانات بادي في مصر. طيب مدام زقلمة، من بعد ما اعتقل زوجك وانت وكان عندك بنتين وعمرك قد تقريبا 20 سنه 20 سنه كان شو صار؟ كان عندي اختيارين، يا اما هفضل قاعده في البيت وابكي واقول لحد من العائله الحقوني، تعالوا شوفوا ساعدوني اعمل ايه، او هاخد خطوه ايجابيه ان انا اعتمد على نفسي. اضطريت اعتمد على نفسي، ما كانش في حد واقف معايا، فاضطريت اعتمد على نفسي. هو كان زوجي كان هيبتدي لسه بادي الشركه الاعلانات صغيره كده، كان وقتها لسه السوق بادي في مصر. فاضطريت اني انزل، قلت خلاص انا هنزل وهبتدي اخد الشركه دي بدون اي مثلا بدون اي باك جراوند ولا باك جراوند، وحاولت وبصيت لقيت نفسي ما كنتش قادره اكمل خالص، لكن قدرت اكمل. واول لما هو طلع واول ما رجع قلت له خلاص بقى انت رجعت، انا هرجع اقعد في البيت بقى تاني. قال لي لا تقعدي في البيت ده ايه، ما دام عرفتي تعملي ده كله وانا جوه في السجن وانا معتقل، هتكملي وهتكملي وهتقدري تكملي. طيب فترة ما كان موجود، ايش الشيء اللي حققتيه في المؤسسة مثلا كاعلانات او كشغل او كانت كلها اعلانات ولا في الأول كان علاقات إعلانات عامة لا، العلاقات العامة ابتدت بعدها بكتير، بعد ما السوق المصري اتفتح. الفترة دي كانت السوق المصري نفسه كان السوق مقفول، كان كل حاجة مسيطرة من القطاع العام، كانت كلها اعلانات. كنا بنتكلم على فترة الستينات. طبعا. فابتديت اشتغل، دخلت شركات وابتديت اشتغل معاهم، وربنا وفقني وكنت شغالة، بس كان في منتهى الصعوبة لأن كنت واقفة قصاد العمالقة في القطاع العام. عمالقة وانا كنت حاجة صغيرة قد كده. وبعدين بقى ما ساندوكي على فكرة يعني؟ نعم؟ يعني ما ساندوكي، ما لا ساندوكي؟ لا بالعكس، ما ساندونيش. كلهم كانوا ضدك؟ طبعا، عشان انا كنت قطاع خاص. ماشي، منافسة. لا هي مش منافسة زي المنافسة النهارده انت بتنافس على مقدرتك في شغلك، وقتها انت كنت بتنافس كقطاع خاص بينافس قطاع عام.
كان المفهوم مختلف خالص عند النهارده. يعني بتعتبري سندك الوحيد هو كان زوجك في هالحياه؟ ربنا وزوجي. ربنا طبعا اكيد لكل الناس، ولكن كل احنا بحاجه ربنا وبحاجه كمان الناس اللي حوالينا. 3 حاجات، ربنا فوق الكل والايمان، زوجي والدراسه. ان انا اول ما اتجوزت ما كنتش دارسه كل ده. الدراسات بقى والمثابره وقوه الاحتمال. يعني الواحد يحتمل ويذاكر وبيربي ولاد بيطور شركه وبتخش في مجال جديد، وكل ده بيحصل في وقت واحد. صحيح. يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى ومن الله. ثم زوجك يعني يعني في الاخير نقول السند في مسيره حياتك هو زوجك. واحد من السند. واحد منهم. واحد؟ يا لا مش واحد منهم، يعني السند الاساسي. مين اهم سند؟ هو الحقيقه وبعد ربنا. بعد ربنا. بعد ربنا. مع كلنا احنا حنشوف زوجك سندك بيقول ايه. حنسمعه. اتفضل. اولا هي درجه ذكاء عندها كبيره جدا. فانا كنت متصور انها اي عمل هتعمله هتجيده. غير طبيعيه. صحيح، يعني ممكن مثلا فعلا يعني لو طلبت عينيها هتديها لاولادها. كزوجه ممتازه. والانسان لما بيكبر، الاتنين بيكبروا مع بعض في السن ويعملوا 55 سنه، بيوصل في وفاق بينهم او محبه منهم مختلفه عن المحبه اللي ابتدوا بيها. بتبقى فيها صداقه ومحبه وعشره وفيها معاني حب كبير قوي قوي. لما اعتقلت طبعا بعد ما خرجت كنت تعبان جدا نفسيا وجسمانيا، وقفت معايا. نهايه الحديث انه من النادر ما تجدي 2 متجوزين، هي وصلت العالميه في مجالها وانا وصلت العالميه في المجال بتاعي وهو السياحه والطيران وهو الى اخره. ما شاء الله. يا سلام، ما شاء الله تبارك. الله يديم عليكم المحبه يا رب ان شاء الله. يعني تعرف انا حسيت شغله اسمحي لي اقولها هو قالها الاستاذ في كلمه، يعني لما يتقدم العمر بين الزوج والزوجه، هو قال 55، انا عارف انه 50. لا 53 بس. هي 53، ما ادري كيف جاب السنتين هذه. ما اعرفش جاب السنتين دول يمكن الخطبه كنت مخطوبين سنتين. يقول لما طول المده بين الزوج والزوجه، ويعطيكم الصحه والعافيه، بيشبهوا بعض، تحس انه طباعهم واحده، حياتهم واحده، نفسهم واحد. صحيح الكلام؟ لا طبعا. انا هو هادي جدا، هو راجل هادي ولا بيتعصب ولا حاجه، وانا كتله حيويه ونشاط وجري طول النهار، وهو هادي وبيقعد يقرا كتير هادي بيسمع موسيقى وهادي وكده، وانا بعمل كل حاجه في الدنيا، بعمل 10 حاجات في اليوم. ما شاء الله. بس احنا متشابهين في حاجه واحده. أيوة. في الثقافه. في الثقافه والعلم اللي احنا بنتناقش في كل حاجه. يعني دايما الصبح بعد ما انا بلعب تنس بدري، وبعدين بنرجع نقعد نتكلم شويه قبل ما اروح الشغل. بتلاقي المتشابهين في المنتل، في الناحيه الذهنيه. هو بيكتب وبيكتب مقالات وما ينزلش ولا مقاله غير ما يقراها لي الاول. انا برضو بتكلم معاه كتير قوي في حاجات في الشغل بتاعي، وفي حاجات في قرارات كبيره لازم اخدها. المستوى الثقافي متشابه جدا وقريب قوي من بعض. ممتاز. يعني في شيء يجمعكم، يعني انا نسمع انه كل ما طالت المده بين الزوج والزوجه سبحان الله، حتى الناس يشوفوها ويعرفوا يقول لك والله يعني سبحان الله. لا الناس بتشبهنا ببعض ان احنا الاثنين نجحنا في شغلنا، كل واحد في شغله. انما كشخصيه مختلفين خالص. طب كيف تقدري تعملي كل هذه؟ يعني هلا كمان عرفت انك صرتي تلعبي تنس بكير وناجحه ما شاء الله، وصل للعالميه واخذتي شهادات كاول عربيه سيده عربيه في مجالك، وزوجها مبين انه زوجك بيموت فيكي، وام مبين انه اولادك يعني تعطيهم شو ما كان. صحيح. كيف بتجمعي بين كل هالامور يعني؟ وهلا كمان جده تيتا صرتي، يعني عندك احفاد، كيف بتجمعي بين كل هالامور يعني؟ تنظيم الوقت، وانك انت تدي المسؤوليات للي معاك. انا الحمد لله الشركه عندي المديرين اللي عندي اللي هم اولادي اللي بناتي الاثنين، وابن اخويا وجوز بنتي واحفاد، كل دول واخدين مسؤوليات. فاذا هم بيشغلوا الشركه وبيشتغلوا وبيعملوا كل حاجه. انا لما كانوا الاولاد صغيرين كان صعب قوي، كان صعب جدا ان انا اوافق ما بين العلم وما بين بس والدتي الله يرحمها كانت بتيجي كتير قوي، بتساعدني كتير في الاولاد وكده. انما دلوقتي طبعا بصحى بدري قوي، بكون بلعب تنس الساعه 7،
فبروح الشغل الساعه 9 وبشتغل لغايه الساعه 9 بالليل، بس الاولاد اتجوزوا. وبتحسي انه يعني انت اخذتي جوائز عالميه واخذتي جوائز الحمد وناجحه لله. في عملك في الحمد حياتك. لله. بتحسي انه ناجحه كمان في بيتك، يعني مقدره في بيتك كما انت مقدره؟ هل انت بتشعريها؟ احنا سمعناها منهم، لو ما سمعتيها انت اليوم بتحسي انك مقدره وانك ناجحه داخل بيتك كمان كست؟ انا مقدره، لكن انا نفسي حاسه بان انا قصرت في ناحيتها. انا قصرت، انا بحس كده. هم ما بيحسوش كده، هم مقدرين، الولاد مقدرين وهو مقدر ان أنا، بس التضحيه جامده قوي. يعني ما تفتكرش انها بالسهوله دي ان الواحد بيوصل لكده، ولا لا، هي فيها تضحيه وبيكون حاجه الثمن غالي قوي للواحد بيدفعه عشان النجاح ده. جميل. يعطيك الصحه والعافيه. شكرا. مدام لولا زقلمه، اهلا وسهلا فيك أهلاً. عظيمه ادم لهالاسبوع. اهلا، شكرا اهلا شكرا وسهلا، لكم. بنحييك. اهلا، شكرا لكم. فاصل مشاهدينا وبنرجع من بعده وبنكمل معكم ادم، خليكم معنا. قصة إنجاز بدأت بمأساة إنسانية. بعد الفاصل. ممكن هو الرقص مع الثعالب، لك أبو عايد بالسمامات يا عميد. وصعب صيدها، بدك تسلمه للفرنساوية ولك كلب. فألم غدرها ملموس محسوس مسموع، أبوس رجليك. منقوش في قلوب من ظلموا. هذا فوزي اللي دافع عنك وعن حارتك. وعلى الأرض أنا ما بموت. وبين السطور. كوم الحجر، يوميا من السبت إلى الأربعاء 7 بتوقيت السعودية على MBC 1. أنا ما أقبل أنصاف الحلول، لا في شغلي ولا في مظهري، خصوصاً القشرة. المشكلة في الشامبوهات اللي ضد القشرة إنها ما كانت تخلصت منها. مرة في المول شفت موزع عينات